اني ما كنتش سمعانها من قبل بالحمام. انا مش عارف ليش كل حدا بفوت على الحمام بيغني على الزهق بيصير بده يصير مغني. نارين بيوتي شو قاعد بدك من هالدنيا؟ فلوس وعندك شهرة وعندك الله رتبها لدرجة انه حتى الزوج الصالح اللي ما بتلاقيه الا بالافلام معه مصاري صالح فخم، عندك كل مقومات الواو، كل مقومات الفخامة. شو بعد بدك من هالدنيا؟ شبعي بعد بدك تغني؟ والله اذا اسمك نارين بيوتي ما بيعني انه صوتك رح يكون نار وبيوتي، ما دخلهم مع بعض. صح الله رتبها بالاول كلها هي نجاحات شهرة فخامة زوج صالح، ولكن ما بيعني انه كمان الله رح يرتبها بالصوت. شي ما إلك فيه يا عمري يا حبيبة قلبي يا نارين، ما تسويه. جماعة ليش صار مع نارين من وقت ما نزلت هذا الفيديو وطلع ترند عربية والدارية عربية، طبعا جاب مليون لايك لأن فيديو كتير مهم وتثقيفي، educational فيديو بيعطيك علوم غانمة عن مسألة انه الدول العربية عربية. بتقلك انه اللبنانية عربية، القطرية عربية، السورية عربية، والأردنية عربية، والعراقية عربية، والمصرية عربية، وشرطة الحمام عربية. لا لحظة هذا حمام أجنبي. أنا بقصد هذا حمام عربي. بالمناسبة صح طلع عندها ترند وبصوتها، ولكن هذا الترند مسحوب من ترند أجنبي. الترند الأجنبي كان جاي على نفس النمط ولكن أجنبي، يعني لدولة أجنبية. هيدي الدولة أجنبية والما بعرف شو أجنبية، فهمت علي كيف؟ فصح نارين نجح عندها الترند، ولكن كايني سحبيته من ترند أجنبي، بس نجح بصوتها وصارت العالم تستخدم صوتها جميع أنحاء الوطن العربي، لأن حولت الترند الأجنبي لترند عربي. انتبهوا أنا مش عم بحكي عن شخصني، والله ما عندي شيء بكرهش لنارين ولا ليش بدي أكرهها، من هي نارين لأكرهها. وبقول يا بصراحة نارين عندها أغنية بتنسمع بس شو من 6 سنين جاي ب 66 مليون مشاهدة. واضح انه الاغنية لا كانت ناجحة، العالم حبتها. هلا انا بالنسبة لي بصراحة فت سمعتها عشان في لامبورجيني برا، وانا بكوني انسان بحب السيارات من 6 سنين لقيت السيارة شيء جدا رائع، لامبورجيني افنتادور مغطية كربون فايبر وازرق. الله كنت مفكر نارين حتفوت عليها وتقعد تشفط لنا هي وعم تغني، بس لا فت على الاغنية وتبين انه بس نارين راح تقعد على الطبونية من قدامك شوي وبس انه تتصور حدا. فمثل ما بتعرفوا دائما بتشوف المغني اول ما يغني اغنية وتضرب عنده بيصير يجرب الثانية ومن بعدها الثالثة ومن بعدها الرابعة، وإذا ما كانت الغناء شغلته بتكون مشاهداته عم بتقل، مثل ما عم بيصير مع نارين سوت أول أغنية العالم كانت كلها متحمسة، عدا إنه في لامبورجيني وفاتت عشانها، لا كانت متحمسة إنه بدها تسمع صوتها. كيف صوت نارين؟ هل رح يكون صوتها بيوري زي اسمها بيوري؟ فسوت هالأربع أغاني وقطعت الغناء من بعدها، لحد ما إجا هذا اليوم الملعون لما كانت نارين قاعدة بالحمام هيك لوحدها بالليل، وأكيد زوجها معها بالبيت عم بتغني على الزهق، فقال زوجها واو موهبة مدفونة لازم ندفنها أكثر. فقرر زوجها رجل الأعمال إنه يصنع أغنية مع نارين. شوفوا من الأغنية هاد شغلهم. شعرات وأظافر سويت، حسيت إني شخيت، سهرتنا اليوم مش بالبيت، كلمات محطوطة عزت ومحروقة. هلا هو مبسوط. انا الصراحه بديش كمل الاغنيه هيك طول فيها احسن ما ياكل كوبي رايت على اغنيه مثل هالنوع، حرام. يعني قل لي على مشغل لك اغنيه لبيلي ايليش ولا لشاكيرا اكلت عليها كوبي رايت، بقول لك على عيني وراسي بتفهم امرك، الاغنيه الى قيمتها لحتى ياكل عليها كوبي رايت، بس اني اكل كوبي رايت على اغنيه مثل تبع نارين. انا هلا اتاكدت مين اللي كاتب الكلمات والالحان، مين الموزع ومين اللي كاتب هي نارين وزوجها، بالذات زوجها. حبيبي هو حبي يا صبايا ويا بنات، حبيبك هو حبك، لا ولا شو هالكلمات النار ولا يا صبايا ويا بنات. صبايا بتختلف عن بنات، لانه انا ليش متاكد انه هو كمان مشارك بالكلمات، لان الزلمه زوجها ما بيعرف يحكي كتير عربي اجنبي، يعني عربي اجنبي، عايش كل حياته برا بنيويورك. الزلمه ما يلوش باللغه العربيه. يعني انا اذا بدي اعطي ريت للأغنية بعطيها 2 من 10. الاثنين بونس، يعني لأني بعزك يا نارين ما في كره بيني وبينك، بالعكس، بس إني قارنها للأغنية بأغنية تانية. يعني مثلا لو كنت عم اسمع أغنية لهيفا وهبة بقارنها بأغاني نانسي عجرم، والله نجوى كرم، تحس هدول الكبار أغانيهم بمستوى بعض، بس أغاني هيك أغنية مثل أغنية نارين بشو بدي قارنها بهيفا وهبة؟ أكيد مش حتزبط. بدي قارن الأغنية بشي على قد مستوى الأغنية. يعني مثلا بقارنها بأغنية مثل أغنية يا وردي يا وردي يا وردي بالبستان، طبعا المخرب ترندات اديشن مش نسخة البنت
الطبيعية، لأن الصراحة أغنيتها كانت طبيعية وكيوت منها، ولكن اللي عملها مخرب ترندات عالم تاني. أو مثلا بقارنك بأغاني دودي عندها ألبوم من كتر ما راسها كبير بالمجال الأغاني. شوف هالأغنية اللي طالعة فيها، اسمع. أدمنت ريحة باطك، أدمنت ريحة عرقك، أدمنت ريحة تمك، أدمنت ريحتك دار. شكرا. يا عيني عليك. أدمنت ريحة باطك، أدمنت ريحة عرقك، أدمنت ريحة أسنانك. ما كلمات بتواجه كلمات نارين بالكلمات، بس بالألحان الصراحة نارين لحد هلا بتفوز هيك بشهلت بشوي. فمقارنة بأغنية دودي بصراحة أنت بتفوزي يا نارين، برافو عليك. فوزنا نارين، شهادة بتعتز فيها هلا نارين. قارنا أغنيتها بأغنية دودي. يا جماعة أنا اكتشفت إنه دودي من أيام ما كانت بحجاب، يعني قبل ما حتى تشلح حجابها لأول مرة، لأن هي صارت شلحيته 1000 مرة، كانت هيك، كانت غريبة الأطوار، كانت يعني مفهوم شو توجهها، شو بدها من هالدنيا. شوف هالفيديو، هي ولابسة حجاب ولا بعمرها كانت شالحيته. هذا الريل للشباب، بس بنات اطلعوا برا. هذا الريل للشباب. بدك تعمل شفتني بالطريق، قربت لعندك، قلت لك هذا الفيديو للشباب، اطلعوا يا بنات لبرا، عشان انه نيتنا العاطلة تجي، يعني تعي نية العاطلة، تعي بدينتك عم تسحب لنا النية العاطلة من دينتنا، يعني واضح وضوح الشمس شو بتقصد بهالفيديو. شو بدك تعمل اذا شفتني بالطريق وقربت لعندك؟ بصراحة سخسخت. لو شفتك بالطريق قربتي لعندي ببزق عليك. دودي يا عمري، انت مش شايفه حالك كيف انت؟ مش شايفه حالك؟ بتشوفي حالك على المرايه يا عمري؟ انت بعمر الماما، عمرك 45 سنه، تيجي تحطي عينك راسك براسنا. دودي منيح اللي خلعت الحجاب، لان لو بعدك على الحجاب كانت كارثه. نرجع لنارين، هي وعم تشرح لنا الاغنيه. بتعرفوا الاغنيه كلها كلمات، يعني شعر، الحان، بدها صعوبه لحتى تفهمها. بعد عم تشرح لنا هي الكلمات الصعبه اللي طلعت فيها. شعرات واظافر سويت، والله ونطلع سوا. مليت كبيرة. اوكي مثل ما شفتوا ان شاء الله رح يكون في غنية بالصيف رح تنزل، ورح اقول لكم ليش هالغنية بتختلف عن الاغاني. ليش هالغنية بتختلف عن الاغاني اللي عملتها من قبل. هالمرة انا ماني لحالي بالغنية، انما انا رح كون عاملتها مع دي جي. عملتيها مع زوجك يلي معه مصاري، عفك ما شاء الله، معه مصاري، بيشتري بيلي ايليش بحطها عندك بالاغنيه لو بده. ما بعرف ليش ما طلع منه هيك اغنيه رائعه نار، معه مصاري. اكشلي هو فرنسي ومشهور يعني عالميا. حبينا نعمل غنية بالصيف للاجانب، لانه كتير بيحبوا لما يكون في هيك لحنهم اللي هن متعودين عليه بالهاوس ميوزك، وفيه تاتش عربي. هالقد بيحبوا لما يكون في هيك غني عربي بالهاوس ميوزك. فقلنا يو نو وات، مولانا شو سر الكلمات التافهه اللي ما لهاش طعم، اللي ما لها عازه. طبعا هن عم بيغنوا لاجانب بالعربي. هي نارين شو طالع معها انه خلص اطلع باي شيء كلمات، ما هيك هن اجانب مش رح يفهموا الكلمات بالعربي، ولكن رح يسمعوا الالحان. يعني طالما الكلمات هيك راكبه على بعض، سويت بالبيت، ماما تكيت، حنكيت، ما تيت كل شيء تيت، فالاجانب رح يحسوها اغنيه رائعه، اغنيه بيندفع لها مصاري، بالوقت يلي ولا عربي رح يتحملها لان ما لهاش معنا. ليش ما نعمل غنية بالصيف لإلن وتكون هيك بترقص حلوة للصيف، هيك جوي وأجوائي كلها فرح، كلها هيك أب. فعملنا ما في نوم، وآي ثينك الغنية بتحكي عن حالة ما في نوم، يعني ما في نوم، بدنا نولع الجو والجو يولعنا. كتير متحمسة. إن شاء الله لسه ما في ريليز ديت معين، لأنه في كتير اجراءات لازم نعملها، بس بشكل عام كتير متحمسه. اي ثينك يا ريته هالريليز ديت ما اجاش، يا ريتك تعلمتيها لهالحركه من روك ستار ضلت تماطل بالجي تي اي 6 لان حاسه انه العالم رح تبهدلها. نارين تعلمي من روك ستار الوعود الكاذبه. عادي روك ستار حست انه اللعبه مش خارج انها تتنزل حاليا، نفس الشيء انت حسيت الاغنيه مش خارج انها تتنزل، لا تنزليها، لا تسمعي للريليز ديت ونحن قبلانين بلا ما نسمع هالكلمات الخرافيه. بس قولوا لي الموقف، انا فورا بطلع. هون عندي الخيار والبندوره. اوكي اي ثينك رح اقص اكثر بندوره. واظافر سويت، وبنطلع سوا مليت.
بس عشان الكوبي رايت انا رح اغني محلها. انا هلا شخيت يقبرني ابو، لا شو هالهبل هاد، سوري زودتها شوي. ولا يا نارين واو نارين من جمال واو كتير قوية الكلمتين عن أب. اخ يا بيسان اشتقت لك مش لانه محمود تركك، اشتقت لصوتك، ما كنتش مدرك يا بيسان ما كان إلنا غيرك تسمعينا صوتك. بيسان والله ظلمناك يا بيسان.